أطيب مخلل ممكن تجربوه هو مخلل الفليفلة بالسماق. مخلل كتير طيب، بس تجربوه ما عاد تعملوا غيره. يلا نحضره سوا. أول شي بحتاج يكون عندي سماق. لكل كاسة مي بستخدم عنقود سماق واحد. أنا عندي هون 3 عناقيد سماق، بحطلن 3 كاسات مي. طبعا إذا كنتوا من محبين الحامض فيكن لسه تضيفوا عنقود واحد. بحطن على النار وبغليهن متل مو شايفين بالفيديو، وبس يغلوا بحطن على جنب وبتركن لحتى يبردوا. وبهذا الوقت بجهز الفليفلة. بغسل الفليفلة منيح وبقطع بالشكل يلي أنا بحبه. وأنا هون ضفتلها حمص وتوم وبقدونس بحطه على وجه المرطبان، بس طبعا هذا الشي اختياري. وهلأ بصفت الفليفلة بالمرطبان بهذا الشكل. طريقة سهلة وبدون أي تعقيد. طبعا لازم يكون المرطبان مغلي ومعقم وناشف. وبحط على وجهن بقدونس، ومنحط نعناع يابس كمان اختياري. وهلأ بعد ما برد السماق نسكبه بمرطبان الفليفلة. أنا عندي هون حجم المرطبان كيلين. لازم يكون تلتين منه سماق والباقي بكملن بمي وملح وخل. أنا احتجت لمرطبان كيلين 3 كاسات سماق مغلي وكاسة مي، وضفت لكاسة المي معلقتين ملح ومعلقتين خل. استخدم هاي الطريقة متل مو شايفين بالفيديو لفرغ المرطبان من الهواء. وبعدين بسكره منيح وبقلبه وبتركه هيك شي يومين. وهيك بيكون جاهز عنا مخلل الفليفلة بالسماق. كتير طيب وكتير سهل. طبعا أنا فتحت هاد المرطبان بعد 10 أيام تقريبا. وأكتر شي بيميز هاد المخلل إنه المي تبعه بتنشرب جنب الأكل. جربوه وما رح تندموا، واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وإن شاء الله صحة وعافية.